والله العظيم الخير عمره ما بيروح. بتعملي الخير او انت بتعملي الخير، او هو بيعمل الخير، او اي حد على وجه الارض عمل الخير، انت بتنساه. انت بتنسي الخير اللي انت عملتيه، لكن رب العالمين ما بينساهوش. والخير يعني النهارده القصة بتاعتنا قصة واقعية وانا عشتها بنفسي عن الخير. ولان الضغوط الحياة كتيرة علينا، كتير على كل البشر اللي على وجه الارض، فالنهاردة قررت ان انتوا تستمتعوا بالقصة ديت. ودايما لما نكون يعني في حياتنا، يعني دايما لو في حاجة حلوة وحاجة وحشة، لا، دايما ننسى، نحاول ننسى الوحش ونفتكر الحلو الجميل عشان يدينا طاقة إيجابية، ونبقى كده سعداء ومبسوطين. ويصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ما ابتدي الفيديو بتاعنا النهاردة، عايزة اقول لكم يا ريت بس الناس اللي بتشاهد الفيديو تشاهد حوالي 4 دقايق من الفيديو او 5 دقايق، يشاهدوا اعلان ولا اتنين عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا من القناة. اعتبروا نفسكم يا ولاد بتساعدوني لوجه الله الكريم. والله والله العظيم انا بقول الحقيقة. القناة الشهر اللي فات، اللي هو الشهر اللي فات، جايبة 8 دولار وحياة ربنا. تمام. وطبعا عمر ال8 دولار دولت ما هاخدهم الا لما يكملوا 100 دولار. وطبعا لكن طبعا ما بنساش الناس اللي بتساعدني من خلال ميزة تشكرات. ربنا يكرمها ويسترهم في الدنيا والآخرة، ويجعل كل حاجة بيعملوها، إن كانت كلمة أو كان مساعدة أو كان أي حاجة، يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم. يا رب يستركم في الدنيا والآخرة. يا رب يكفينا ويكفيكم ويكفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر المستخبي وشر العين الوحشة. اللهم آمين يا رب العالمين. ونبتدي الفيديو بتاعنا. ومجريه الفيديو شويه لان حاسه ان انتوا مش بتحبوا البطء في الفيديو، لان طبعا البطء في الفيديو بيحس انه مش بجايب طاقه ابدا. لا، لازم نجري الفيديو شويه عشان الناس ايه يجيلها طاقه كده وتقوم تتنطط كده. تمام. هنا انا بقول لكم بقالي بتاع شهر انا ما نضفتش الاوضه دي. هنضفها معاكم، بس الاساس البلكونه فيها 10 كيلو تراب، وهتشوفوا السلك معايا عامل قد ايه، يعني عامل تراب قد ايه. وزي ما انتم شايفين بقى كميه التراب دي اللي طالعه من بره ومن جوه، هعمله بالبتاع بالفرشه دي. وبعدين هكنس البلكونه معاكم وهلم الزباله وهغسل كمان المنشر. المهم يعني عايزه اقول لكم ان الأوضة مليانة تراب بكمية رهيبة جدا، ومش عارفة في ايه. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين على نعمتك. نحمد ربنا يا جماعة في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل وقت وفي كل ثانية. نحمد ربنا على كل شيء. تمام. اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. بصي يا ستي بقى، انا طبعا ايه حطيت كده الكمامة عشان تعرفين ان انا عندي مشكلة في الجيوب الأنفية، لان في كمية تراب رهيبة جدا. هنضف الأوضة بس يعني هنضفها على قدي، مش هغير الملاية ومش همسحها. مرة تانية ابقى اكملها معاكم. تمام. شايفين التراب قد ايه يا جماعة؟ تراب كتير جدا. عايزة اقول لكم من كتير، من ايام بنتي ما كانت في ابتدائي، كنت بنزل العتبة اجيب ملايات، اجيب ملايتين 3 4 حاجات على قدي. اسأل الجيران اللي جنب مني، يا فلانة مش لازمك ملاية، يا فلانة مش لازمك جلابية، يا فلانة مش لازمك مش عارفة ايه. اجيب على قد ظروفي وعلى قد امكانياتي واجي ابيعهم للناس. ولو ادوني فلوس اروح اجيب حاجات تاني. امشي على قدي، لان كانت بنتي صغيره وكان لازم اراعيها، وما كانش ليا مصدر رزق في اي حق، يعني في اي فلوس جايه من اي حته. وكنت قاعده في شقه في الدور الارضي، وكان ايجار الشقه دي 45 جنيه. تمام. المهم كانت جنب مني واحده تاجره بسم الله ما شاء الله، يعني كده بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع عليها. معرفش هي ميته ولا عايشه، على كل حال ربنا يرحمها ان كانت ميته او عايشه. تمام. كنا ساعات احيانا ننزل، هي بسم الله ما شاء الله تاجره كبيره، وانا انزل معاه كده نونس بعض، نروح العتبة، هي بقى تجيب اللي تجيبه وانا اجيب الحاجات اللي على قدي. كان في واحد بتاع ملايات، راجل طيب طيب طيبة الدنيا فيه، الله يسامحه ويغفر له ويغفر لأموات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. كان حنين جدا وطيب جدا. كان دايما يعاكسني، يقول لي ايه، مش يعاكسني حاجه عيب يعني، كان راجل كبير قد ابوي بس كان طيب. فكان دايما يقول لي يا بنت اتجوزيني، يا بنت اتجوزك، يهزر. فاقول له طب ماشي يلا يا عم حسن، انا مستعديه، انا اهو
ابص يقول لي يا بت انا بهزر معاكي، جواز ايه؟ انا بعد الحاجه اتجوز تاني. كان راجل طيبه الدنيا فيه، الله يرحمك يا عم حسن ويجعل كل خير في ميزان حسناتك يا رب. فالمهم فكان ايه يقول لنا بقى ايه لما يشوفنا كده الصبح هناك، يقول شكلكم جايين بدري كده، لسه بفتح وبقول يا هادي. احيانا فعلا كنا بنكون هناك الساعه 9، فيروح ايه زي ما انتم شايفين البلكونه عامله ازاي، شايفين بلكونه يعني مش قادره اقول لكم. تمام، كميه تراب رهيبه جدا. طبعا زي ما انتم عارفين يعني ما كنتش قادره، وبقى لي فتره بحاول انضفها. وخلي بالكم ان كتر التراب او قله النظافه بتبعث الطاقه السلبيه في المكان، ويعني المكان الوحش ده يعني ما بيديكيش سعاده، ما تبقيش سعيده ومبسوطه، بتبقي متضايقه جدا. فكان لازم الم التراب ده زي ما انتم شايفين كده. تمام. المهم فالمهم كان زي ما بقول لكم كده كان راجل طيب، وكان يبعت يجيب لنا فطار، يعني يجي يبعت لنا يجيب لنا عيش طعميه ما اعرفش. المهم يا جماعه، في يوم من الايام كده وانا واقفه عنده لقيت راجل شايل صينيه، والله زي ما بكلمكم كده، شايل صينيه ومعدي الصينيه عليها اكل كتير جدا، وحياة ربنا اكل كتير جدا. و فقال لي كلي. قلت له اكل ازاي؟ ده الصينيه يعني بيمشي الراجل بيمشي وانا قصيره مش طايله. قال لي خطفي، خدي رغيف وحطي عليه مخلل وحطي عليه طعميه، حطي عليه مش عارفه. المهم يعني اللي قدرت اخده اللي قدرت اخده، والراجل ماشي لا هو ماشي ببطء ولا هو ماشي بسرعه. قلت له هو بيعمل ليه كده؟ هو بيعمل ليه كده؟ قال لي بيعمل خير. قلت له طب بس بيشيل الصينيه ويمشي؟ قال لي ماما هو بيمشي بالصينيه وشايلها على دماغه. والله يا جماعه راجل، وحياة ربنا راجل ووسط، لا هو كبير ولا هو صغير، وتقريبا اطول مني بحاجات بسيطه كده، وماشي بالصينيه. والناس الطايل بقى وطويل بياكل براحته وبياخد وايه وماشي. قالك انا بمشي عشان الناس تاكل، يعني عشان الناس اللي ماشيه او رايحه او جايه يطولوا اكل وياكلوه زي ما بقول لكم كده. فقلت له يا عم حسن ده، قال لي ده الراجل ده بيعمل شيء لله. قلت له هو ايه يعني غني ولا ايه؟ قال لي ما لا راجل بسيط يعني، بس هو يعني شايف ان الخير اللي بيعمله هو ده اللي يقدر يعمله وبيعمله. وتعدي الايام يا جماعه، تعدي الايام وتمر الايام، انا مش فاكره شفته مره او مرتين، بس انا فعلا اكلت منه، الله يرحمه ويغفر له ويسامحه لو كان عايش ولا ميت. الكلام اللي انا بكلمكم فيه ده من كتير قوي، دي كانت وفاء في ابتدائي يا جماعه. شايفين النهارده انا ده عمر تاني يعني. كان وقتها عمري 34 سنه، النهارده انا حاجه و60 سنه. تمام. وفاكراه. الله يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم يا رب، ويرزقهم الخير كله ان كان في الدنيا او في الاخره. اللهم امين يا رب العالمين. وتشيء الظروف وتعدي الايام وتيجي الايام زي ما بكلمكم كده. الراجل ده كان شغلانته ايه؟ كان شغلانته بيشيل. بتروحوا العتبة، بتروحوا الموسك، بتلاقي ناس بتسحب عربية عليها بضاعة كتير وبتشيل بضاعة، يعني شغل شقة بالليل بالنهار في أي وقت. الناس دي من سنين فاتت كانت يومياتهم جنيهات. كلنا يا جماعة، كلنا كانت يومياتنا جنيهات. ده انا كنت اروح اشيل الشقه من دول واشيل الشبابيك الالموتال واشيل وتهدى حيل اخد 15 جنيه، والله العظيم اغسل حيطان واغسل شبابيك اخد 15 جنيه. ولما اتمعظمت اليوميه كانت ب20 وب25 جنيه. زمان بقى، الله يرحم زمان ويرحم ايام زمان. المهم تشيء الظروف ان انا اسمع عمرو خالد بيتكلم عن الراجل ده، وحياة ربنا زي ما بكلمكم بيقول ايه بقى الراجل ده. بيقول هو شافه في العتبة او في الغورية راجل شايل صينية، هو نفس الراجل بيقول عليه ايه بقى، قعد معاه وقال له انت ايه حكايتك؟ انت كل بتشيل اكل هو ايه القصة؟ قال له مفيش اي حاجة، انا راجل على باب الله باخد كام جنيه يوميات بشيلها وبقبض بالاسبوع، يعني من التجار اللي بشيل لهم البضاعة، اشيل بضاعة هنا اودي بضاعة، انا باخد يوميات. وانا عندي اولاد بتتعلم، ما عنديش اي حاجه غير هي صحتي دراعي، انا بشتغل بدراعي مفيش اي حاجه. وعايز عايزه ازكي عن صحتي وعن عيالي عشان عيالي بيطلعوا كويسين وازكي. فباجي اخر الاسبوع لما اقبض احجز قرشين من القبض بتاعي، املى الصينيه عيش وطعميه، طبق مليان طعميه وطبق مليان فول وعيش ومخلل وبتاع، وامشي بيه، ده زكاة عن عافيتي وعن صحتي وعن ولادي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في ولادي وفي صحتي. راجل لا هو غني ولا هو مليونير ولا هو بيقبض مرتب كل شهر ولا اي حد بيديله اي حاجة، راجل شغال بدراعه. والله العظيم يا جماعة هذا الكلام انا سمعته وشفته وعشته وكلت من الراجل ده. الخير عمره ما بيتنسي. الخير
دايما لما نسمع الخير نحس بالسعادة ونحس بالرضا ونحس ان الدنيا لسه فيها خير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال ويبقى الخير في أمتي إلى يوم الدين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلا الخير هيفضل لغاية رب العالمين ما يرث الأرض ومن عليها. الخير أجمل حاجة في الحياة. الخير لما نتكلم فيه أو نسمعه بننبسط جدا ونفسيتنا بترتاح. لكن الشر أول ما بنشوفه وبنسمعه وبنسمع أي حاجة عنه قلبنا بينقبض وبنخاف وبنتفزع. لكن الخير دايما بيطمنا وبيسعدنا وبيدينا الأمان وبيدينا راحة البال. بحبكم في الله، دايما كلامكم بيطمني، ودايما كلامكم الجميل بتونس بيه، ودايما دعواتكم بتسعدني. ببقى سعيدة قوي، ببقى سعيدة لو واحدة بقالها كتير ما دخلتش القناة واشوف التعليق بتاعها بفرح، بقول الحمد لله انها فاكراني، والحمد لله انها داخلة بتدعيلي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ربنا يدومكم في حياتي نعمة. والله العظيم دايما لما بقول لكم وحشتوني فعلا وحشتوني، ولما بقول لكم بحبكم فعلا بحبكم، لان انتوا مصدر الطاقة ليا ومصدر السعادة ومصدر كل حاجة جميلة. ربنا يدومكم في حياتي نعمة. بشكركم جدا جدا على كل كلمة وعلى كل تعليق وعلى كل دعوة وعلى كل مساعدة. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة. ربنا يطعمكم من جنة رب العالمين. اللهم آمين. حبايبي الغاليين، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديوهات، وجزاكم الله كل خير على كل حاجة وعلى أي حاجة بتعملوها لي. ربنا يجازيكم كل خير. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة. قولولي في التعليقات القصة حلوة ولا مش عجباكم. بس والله العظيم دي من واقع الحياة، أنا عشتها وشفتها. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد.